ماتشات امبي والداخليه تعادل بدون اهداف، وهي كان تعادل في كل حاجه. مباراه ولا لها طعم ولا لون ولا فرص، يعني مباراه مش في كره القدم اساسا بين امبي والداخليه. كل فريق خد نقطه، واعتقد النقطه دي مهمه بالنسبه للداخليه بعد فوزه على النادي الاهلي، بتديله دفعه قويه جدا. ومباراه اخرى بصراحه يعني انور سلامه نرفع له القبعه، مسك المصري بعد هزائم متتاليه 3 ماتشات ب9 نقاط، 9 بونت 9 بونت على طول، مفيش هزار. 3 ماتشات ورا بعض 9 بونت انور سلامه، فاحتراما لهذا المدرب الكبير. تعالوا نشوف اهداف النهارده، تيجي نتفرج على اهداف النهارده حتى نختار احلى هدف. النهارده المصري كسب المنيا 2-1 والانتاج كسب الرجاء. وعلى فكره اول فوز للانتاج، الفرقه الوحيده اللي ما كسبتش لغايه دلوقتي طلع الجيش. ده التعادل، وبعد كده باسم مرسي هيجيب جون الفوز. كابتن اسماعيل يوسف طبعا اسعد واحد، لان الهدف ده المهاجم ده كويس قوي. محمود عبد الحكيم بيرفع الاوفر اهو. كريم ذكري بيحرز الهدف الاول. هو كاميرا واحده اهي. محمود رمضان بقى ده اللي عمل 72 شهيد بعد هدف مني، هدف جميل على فكره قوي. ضربه حره مباشره. محمود رمضان ده على فكره من اطول اللعيبه اللي في الدوري، طوله 190 سم. ايه ده فاول برضه. وده الجون الاخير طبعا الجون الاخير الباقي 0-0 انبي وداخليه. الجون الاخير طبعا حيطه غلطانه. معاكم اللي بتاعت محمود رمضان اللي عمل حاولوا تجيبها لي، بس تعالوا نروح لتقرير النادي المصري، رايهم بعد المباراه والفوز، ونرجع نكمل حوار. الماتش الحمد لله نتيجة مرضية، واحنا ما كناش بالسوق، لكن كان في تسرع، كان في صربعة إلى حد كبير قوي. ونقول الحمد لله 3 نقط صعب جدا، وانا اشرت الحته دي قبل الماتش، باعتبار ان يعني المنيا ما عندهاش حاجه تبكي عليها خالص. يعني كابتن راضي حضرتك عن الاداء النهارده؟ لا انا مش راضي، بس اقدر اقول الحمد لله على 3 بونت يعني. يعني انا شايف المباراه يعني في اتجاه التعادل، بس للاسف ما انتهتش بالتعادل، خسرنا 3 نقاط، كنا ممكن نكسب نقطه. فيعني مجهود كويس، يعني بثني على اللعيبه الحقيقه، ادوا بشكل كويس. الشكل التكتيكي اتحسن كتير قوي، بقى لنا شكل كفرقه، سواء من الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه برضو بنوصل نخلق فرص. بس هي مشكلتي ان احنا ما بنلعبش اللي قلته في اللقاءات الاخرى، برضو ده ملعبنا ده، وفي نفس الوقت ده باجي العب المصري في ملعبه. كل المباريات المصري بتلعب في الملعب ده، فانا ما فيش تكافؤ فرص. الحمد لله ببارك لجمهور بورسعيد وجمهور النادي المصري. النهارده الفوز ده بصراحه انا بعتبره عنق وزجاجه، يعني انت النهارده خلاص بقى عندك تطلعات تانية، انت النهارده بتنافس مربع الذهبي. لا قدر الله كان في حاجه كنا هنروح ناحيه تانية خالص، المنطقه الدافيه والحاجات دي، لكن احنا ان شاء الله كده النادي المصري رجع لوضعه الطبيعي، ولسه ان شاء الله بطمن جمهور بورسعيد باللاعيبه الرجاله طبعا بقياده الكابتن انور سلامه ان اللي جاي ان شاء الله هيبقى احسن. وان شاء الله بلد كتير ما فرحتش، لازم بقى ترجع تفرح تاني، والفرقه ان شاء الله تفرح البلد كلها ان شاء الله. طب انت طبعا صرفتوا مكافاه حرس الحدود بالامس. تمام، ان شاء الله تكون نازله اللعيبه في الحساب ان شاء الله بكره، وبرضه هنجهز المكافاه بتاعت مباراه المنيا. وكل الناس حتى مجلس الاداره قال لك ان في مكافاه خاصه لحسام حسن. لا الحمد لله والله مش مكافاه ولا حاجه، ده مش مجهودي بس، ده مجهود زمايلي، والحمد لله كلنا كنا رجاله، سواء الناس اللي لعبت او ما لعبتش. وانا بهدي الجون ده بالاخص يعني لاحمد الشناوي، لان هو كان قايل لي ان انا هجيب جون، وهو الراجل ما كانش موجود مصاب، فده اقل حاجه نقدمها له، يعني الراجل شايلنا الفتره اللي فاتت دي. لا والله العظيم ما فيش يا جماعه، مش عارف الناس الاهلي وحاجات من هذا القبيل. لا والله العظيم ما فيش يا جماعه، مش عارف الناس الاهلي وحاجات من هذا القبيل. لا والله العظيم ما فيش يا جماعه، مش عارف الناس مركزه مع حسام حسن اول فتره دي، شويه يقول لك حسام حسن مضى في الزمالك وقعد مع الكابتن ايمن يونس، ولا في الكلام ده. وانا موجود اهو النهارده في النادي المصري، بعدها بفتره قالوا حسام حسن بيتهرب من الماتشات عشان مش عايز يجي، وبرضه كنت موجود. ودلوقتي يقول لك النادي الاهلي يعني في بعد كابتن حسام، انت وقعت النادي الاهلي؟
لا مفيش حاجه من الكلام ده. يعني بتنفي جميع اشاعات اللي نزل على جميع المواقع وجميع الصحف؟ مفيش اي حاجه من الكلام ده. في 4 سنوات ولا اي حاجه من ده؟ مفيش اي حاجه من الكلام ده. مستمر مع النادي المصري؟ انا موجود مع النادي، ومش بس عشان بس اوضح حاجه، مش بس حسام حسن اللي فاضل له 6 شهور في عقده، بس عشان الناس بتتكلم ان لازم حسام حسن يجدد. الناس كلها عارفه ظروف النادي وظروف الانديه، بس اللعيبه كلها 3/4 الفرقه فاضل لها 6 شهور، فاشمعنى حسام حسن بقى؟ الحمد لله كابتن، يمكن احنا ماشيين بخطه ثابته بقالنا فتره، الحمد لله الناس كلها قلبها على قلب بعض، يمكن احنا ربنا يكرمنا بسبب الموضوع دوت. الحمد لله النهارده قدرنا نفرح الناس، وكان ماتش مهم لان اللي جاي اصعب، يعني الماتش اللي جاي اصعب، فاحنا كنا شايلين هم الماتش ده قوي. النهارده مبروك. الحمد لله طبعا، يعني نتيجه تعب ملاعب فرقه كويسه محترمه، مش باقي على حاجه خالص النهارده. يمكن بالنسبه لهم يعني 80% حياه او موت، خلاص عايزين يهاجموا بكل ما اوتوا من قوه زي ما بيقولوا. الحمد لله ربنا قدرنا، و3 بونت الحمد لله، فضل ربنا ثم مجهود اللعيبه وكل اللعيبه الحمد لله. بنبارك لشعب بورسعيد كله على المكسب، وان شاء الله دايما من مكسب ان شاء الله، والف الف مبروك لنا كلنا الحمد لله. مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك. كابتن مجدي الشناوي مدرب النادي المصري، عايزين نقول لك يعني النهارده مباراه قويه، والمنيا كانت يعني انتوا كنتوا عاملين حساب ازاي للمباراه دي؟ والله احنا الماتش تبع الماتشات اللي هي الفرق اللي احنا كنا مستعدين كويس جدا للمباراه، لان الماتشات كان هيفرق معانا. الماتش زي ما حضرتك عارف ده يعتبر ب6 بونت، بنتخلص من الحته اللي تحت دي وبنلعب في الحته اللي فوق ان شاء الله باذن الله، واللي جاي يبقى احسن. الشوط الاول طلع ضروب الاثنين، نتيجه عادله. اما الشوط الثاني كانت الاغلبيه والتفوق للنادي المصري، نظرا انه طور من هجومه، طور من ادائه. نادي المنيا ادى باسلوب كويس، انما الشوط الثاني ما طورناش من ادائنا الهجومي خاصه، وان احنا ندفع بلاعبين بالرغم ان دفاعاتنا كانت كويسه جدا يعني، انما ما استغلناش الاجناب بالشكل الكافي، ما وصلناش من العمق بالشكل الكافي. بس احنا جينا متاخر شويه النهارده، مش عارف خطأ مين يعني، دي برضو مش بتاعتي، بس المفروض ان احنا يعني نيجي الملعب اللي احنا نلعب فيه، نيجي نقعد مش اقل من ساعه، من ساعتين قبل الماتش، نيجي اللي هيتدلك اللي هيسخن اللي هيغير، ننزل الملعب نسخن براحتنا، وبعد كده نخش، وبعد كده ننزل الملعب براحتنا بقى باللبس بتاع الماتش. احنا جينا قبل الماتش بربع ساعه ونص ساعه، فدي كانت مشكله قابلتنا برضو، بس برضو احنا عملنا اللي علينا الحمد لله رب العالمين. في اخطاء مننا بسيطه ان شاء الله نعدلها. أنا ببارك طبعا لجمهور بورسعيد الجميل جدا، ويا رب نكون فرحناهم، يا رب دايما كده نساعدهم ونكون سبب البسمة على وجوههم. الحمد لله رب العالمين، احنا تعبنا الفترة اللي فاتت جامد جدا، والكابتن أنور تعبان معانا الصراحة، واللاعيبة تعبانة، يعني أنت شايف احنا بنموت في الملعب عشان خاطر الجمهور الجميل ده، يا رب دايما نساعدهم كده إن شاء الله. مبروك الفوز النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم، والله بنحمد ربنا على الماتش النهارده، على أداء النهارده، الحمد لله ربنا كرمنا، إن شاء الله ربنا يكرم في اللي جاي بإذن